كيما نشوفوا لهنا حطينا العلفه نتاعنا تتشمس. هذه مانيتوبا فيها برشا بذور، الكاليتي نتاعها باهيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم في الفيديو هذا، فيديو جديد كما تشوفوا في الشميسة. فيديو مهم برشا لكل المربين متاع الطيور. في نهار كيما هكا يلزمنا نشمسوا العلفة متاعنا. كما نعرفوا اللي العلفة من أهم العناصر في الإنتاج وإلا في تربية الطيور بصفة عامة. دونك يلزمنا ديما نحافظوا على العلفة متاعنا ويلزمها تكون في أحسن الحالات. دونك يبدا فما نهاير كيما هذا فيه شميسه، يلزمنا نستغلوا الطقس ونقوموا بالتشميس نتاع العلف نتاعنا. نحاولوا نشمسوا العلفه نتاعنا، نسيف ساعه سويعه مش مشكل، ليسونسيال انه نعرضوا العلفه نتاعنا للشمس. بالطريقه هذه نضمنوا انه العلفه نتاعنا ما يكونش فيها فطريات، ديما تكون مفيده وتعطينا المنفعه المطلوبه للعصافر نتاعنا. كيما نشوفوا لهنا بالصدفه ما زلت كي شريت شويه علفه جديده. بالطبيعه ما تتخزنش العلفه في البلاستيك كيما هكا، اما ما زلت جديده، شريتها توا عندي نهار يظهر لي ولا نهارين من السوق الاسبوعي للطيور من عند بياع نعرفه. دونك المصدر نتاعها يلزمك تكون تعرفوا بالكدا المصدر نتاع العلفه نتاعك. لهنا العلف الاساسي نتاعي هو المانيتوبا 2000، حاجه ممتازه برشا، سورتو كي تشتري من عند انسان تعرفوا ثقه. دونك اكيد باش تتحصل على منتوج ممتاز. لهنا عندي زريعه الشوك اللي هي الغذاء الاساسي لطائر الحاسون في الطبيعه. لهنا زريعة الخس فيها برشا معادن وبرشا فيتامينات، نخدمها في الأسبوع مرة للعصافر متاعي وفيها برشا منافع، وتشوفوا النتيجة متاعها في أقرب الأجال. كيف لهنا عندنا زريعة البك التونسي. البك التونسي القديم ماهوش البك المستورد. شوية شمس وتكون عندنا بقدرة الله علفة ممتازة. ولهنا عندنا الواي جولد ستاندار اللي هو الدود. لهنا باش نبدو بالعلفة الأساسية متاعي اللي هي المانيتوبا 2000. هنا باش نعملوا لها التشميس متاعها كما تشوفوا. هنا هذه هي كيما نشوفوا لهنا حطينا العلفه نتاعنا تتشمس. هذه مانيتوبا فيها برشا بذور، الكاليتي نتاعها باهيه كيما نشوفوا، غنيه برشا فيها معناتها هذه تقريبا تركيبه متكامله، معناتها فيها البذور الكل. يعني هذا هو دود القبيبي، حاجة ممتازة برشا. هذا نسميه الواي جولد ستاندار متاع العصافر. هذا هو البروتين الأساسي في العصافر والطيور كما نشوفوا، حاجة ما شاء الله. هذا البك التونسي، يعني حاجة ممتازة برشا لطائر الحسون. لا والله هي هنا زريعة الشوك. لهنا عندنا الزريعة متاع الخس ولا ليتو، معرفش كيفاش تسموها. المهم هذه حاجة ممتازة برشا للعصافر متاعنا. لهنا الزيوان متاعنا كملنا شمسناه، يتشمس من اليوم الصباح. شوفوا الكاليتي متاع الزيوان، الكعبة واختها يلزم تكون حاجة باهية. اللون هذا هو المطلوب في الزيوان على خاطر فيه برشا غشة، فما زيوان قديم برشا يكون دونك يسبب أمراض، يكون فيه برشا فطريات وبرشا بكتيريا ضارة للعصافر متاعنا.